ونقول يا مساء الروقان، مساء الكحك اللي سكره مظبوط، يا مساء الستات اللي شقيت وتعبت وطلع عينها في السجاد والنجف. أهلا بيكم في سهرة العيد الخاصة جدا. النهاردة الفيديو مش زي أي فيديو. النهاردة احنا طالعين معاش من النكد والضغط والمسؤولية لمدة كام يوم وراجعين تاني. قوليلي يا ست الستات، إحساسك إيه دلوقتي؟ ظهرك وجعك وإيدك اتهرت من المنظفات ومحتاجة عمرة، ولا حاسة إنك عملتي إنجاز قومي؟ كل ده جميل، بس الأهم انتي فين من العيد؟ العيد بالنسبة لك خدمة برضو ولا فرحة لقلبك؟ النهاردة في الشوية الصغيرين اللي هنقعدهم مع بعض دول هنشوف ازاي نعيش كام يوم برنسيسات مش شغالات، مع احترامنا للشغل طبعا، احنا راجعين له قريب فمش عايزين نغلط فيه. ازاي نبسط نفسنا بالراحة والنوم والضحك. جهزي طبق الكحك بتاعك وتعالي احكي لك الحكاية من اولها. صراع الجبابرة انتي والمواعين والطلبات. العيد يعني مواعين بتولد، صح؟ تغسلي كوبايات الشاي تطلعي تلاقي اطباق الكحك مستنياكي. هنا بقى محتاجين نقول لا. لو الضيوف مشيوا والساعة 2 بالليل والمطبخ يضرب يقلب، اطلعي بره المطبخ، اقفلي النور ونامي. المواعين مش هتهرب. روقانك بيبدأ لما تقرري ان راحتك النفسية اهم من الشكل. قرري انك تنامي وترتاحي، هتصحي الصبح رايقة، هتخلصيهم في نص ساعة وانتي مشغلة اغاني العيد، وهتعمليهم وانتي مبسوطة وبتضحكي مش وانتي بتعيطي من التعب. تعالي بقى لما ندخل في الكلام الجد واقولك ايه اللي بيحصل في تجمعات العيد. اولهم الاسئلة الفضولية المستفزة: مش هنفرح بيكي؟ مش هتجيبي البيبي التاني؟ هم عيالك ليه مهيبرين كده؟ تخنتي شوية مع ضحكة صفرة ما تنسيش. تحسي انهم بيتجمعوا عشان ينكدوا على بعض. اهم حاجة انت تعرفي ازاي تردي وما تبينيش اي زعل، وتخلي ردودك حيادية جدا وبابتسامة. كله رزق، ربنا يهديهم. ما تسمحيش لحد يسرق فرحتك بالعيد بمجرد كلمة. لازم تعرفي انك لو مش مرتاحة في مكان معين ما تروحيش. طب لو اضطريت اروح، تروحي، بس ما تسمحيش لحد ينكد عليكي ويقلب فرحتك وفرحة ولادك. كمان انا عاوزاكي وانت بتدي لكل اللي حواليكي عيديات من تجهيز اكل لبس فلوس، ما تنسيش نفسك. عاوزاكي تدي عيدية لنفسك شوية وقت، حتى ولو ساعة في اليوم. ساعة واحدة في اليوم تبقى ملكك انت وبس. مفيش ماما، مفيش يا مدام، مفيش يا حبيبتي. في انت وكحكتك والشاي بلبن بتاعك، او انت وموبايلك، انت وماسكك، او حتى انت والسقف، مش هتفرق. المهم تكوني حاجة بتحبيها. ودي والله مش أنانية خالص، ده بس شحن لبطاريتك عشان تقدري تكملي. لما بتدلعي نفسك وبتروقيها، انت بتبعتي رسالة لعقلك الباطن انك تستحقي، وده اساس تطوير نفسك. الست اللي بتقدر نفسها الكل بيقدرها. تعاليلي بقى لو انت ساكنة في بيت عيلة والدراما بتاعته في العيد، ازاي تكوني دبلوماسية ورايقة في موسم المقارنات. لما تتجمعوا وتدخلي المكان وتلاقي القعدة عبارة عن كل واحدة بتتباهى بحاجة، ولادها، جوزها جاب وعطى وعدية، ما تحسيش بضغط نفسي. يعني ما تقوليش انا ولادي مش كده، جوزي ما جابليش كده. دايما خلي روحك متشبعة بالرضا مهما كانت اغراءات الحاجة اللي هم بيتباهوا بيها. افصلي قيمتك عن المقارنات وتعلمي فن الاستمتاع باللحظة. حتى لو اكلك اقل صنف او لبسك بسيط، ده مش مقياس لتطوير نفسك. انت نجاحك انك تقدري تبتسمي وتستمتعي بوقتك في العيد. خدي بالك ان في ستات كتير بيعيشوا في العيد مظاهر وهمية، وهم من جواهم شايلين الهم. تلاقيها قاعدة تحكي في حكايات وممكن مش هو ده اللي هي عايشاه فعلا، بس تحسي ان هي دي روح التجمعات، يقعدوا يعلوا على بعض. فخليكي انت بقى من نوعية الستات التانية اللي بلقمة بسيطة وضحكة صافية. هم دول بقى ملوك الروقان والنفسية المرتاحة. ولو حسيتي بضغط في القعدة، استأذني وقومي خدي بريك مع نفسك في البلكونة كده، وشمي هوا وارجعي تاني وانت فاصلة نفسك من اي طاقة سلبية. وتعاليلي بقى للمهم، اوعي تكوني من الستات اللي اتخانقوا خناقة العيد. انت هنا معايا لازم تبسطي نفسك وتبعدي عن الحاجات اللي الستات اللي مش مشتركة في عيلة كيان ميرا بيعملوها. في ناس العيد ما بيكملش عندهم من غير خناقة العيد، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا قد ايه هو اثره بيكون سلبي جدا على البيت وعلى الاولاد. انت مضغوطة وطالعة من ارهاق وهو عاوز يخرج مع اصحابه. انت عارفة ليه بتحصل الخناقة؟ وممكن تكون على اتفه الاسباب. لان سقف توقعاتنا عالي، عاوزين كل حاجة مثالية. محتاجين نتعلم شوية فن التغافل، مش لازم كل كلمة نقف عليها.
هقولك على سر هو اللي هيخلي جوزك يسعى لروقانك، بس شوفي اللايك كده محطوط ولا لأ، ولو مش حاطاه حطي أحلى لايك منك، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. حطينا اللايك. ايه هو السر يا ميرا؟ المدح البسيط والتفويض. بدل انت مش بتساعدني وتعلي في صوتك وانا تعبت وتبقى مشكلة كبيرة، جربي حاجة بسيطة قوي. انا عارفة انك تعبت من مشاوير وضغط العيد، بس ممكن تيجي تساعدني في كذا على السريع. الكلمة الطيبة وبتتقال بروقان وهدوء بيبقى اثرها على البيت طيب جدا. ندخل بقى على التقيل، العيد وفرحتهم ودوشتهم اللي هتطير برج من نافوخك، وهم طبعا ما وراهمش مذاكرة وقاعدين فاضيين لك، وانت هتروحي منهم فين؟ حاولي تطنشيهم في الكام يوم دول، سيبيهم يبهدلوا الدنيا شوية. كده كده الأساسيات في الشقة معمولة، يعني هم مهما كركبوا ممكن في نص ساعة الدنيا تتلم. بدل ما ترهقي نفسك في الزعيق، انزلي لمستواهم والعبوا مع بعض. هتردي عليا طبعا وتقولي لي هو انا قادره، ده انا مهدوده ومرهقه، بس هقولك ان اللعب معاهم هيفرغ طاقه الغضب اللي جواكي من البهدله، وان انت تفضلي قاعده في المكان بس وهس، وكمان هيحولها لضحك وذكرى حلوه. حاولي تخلي الكام يوم بتوع العيد يكونوا معسكر تدريب للروقان. اللي اتعلمتيه في الكام يوم دول طبقيه في حياتك العاديه. مش عاوزين الروقان يخلص مع اخر يوم عيد. الروقان مش معناه انك ما عندكيش مشاكل، معناه انك تبقي اكبر من مشاكلك وتصفي ذهنك. وزي ما نضفتي البيت نضفي روحك المستهلكة. تعب العيد مش بس تعب عضلي من الوقفة والترويق والإرهاق، ده كمان تعب حسي من الدوشة والطلبات. خليكي ست ذكية واعملي لنفسك ديتول المشاعر. يعني ايه؟ يعني تقعدي مع نفسك وتفرغي كل الشحنات السلبية اللي جواكي أول بأول. عاوزاكي تكتبيلي في التعليقات ايه أكتر حاجة ضغطتك في العيد، كلمة ولا كترة الطلبات. مجرد ما هتكتبيها انت كده هتخرجيها من عقلك، وده فن التفريغ علشان تقدري تستعيدي التوازن النفسي في أسرع وقت. كتير مننا بيفتكر ان الراحة هي النوم وبس، مع ان الراحة ليها أنواع كتير: ذهنية، عاطفية، اجتماعية. أولهم انك تقدري نفسك وتبسطيها. تعالي بقى لحظة النجاة لما بعد العيد، عودتنا للحياة العادية بس بنفسية العيد. أكبر غلطة بنعملها إننا بنصدم نفسنا بالروتين القاسي بعد العيد، اكتئاب ما بعد العيد. حقيقة بتعيشها كل الستات. أصعب لحظة لما بنصحى تاني يوم بعد الأجازة ونلاقي الروح المعنوية في الأرض. طب ليه؟ لأننا بنصدم نفسنا بكلمة الأجازة خلصت، نرجع بقى للهم اللي ورانا. هقولك غيري المسميات. هتقوليلي يعني هي هتفرق؟ هو كده كده الشغل ورانا. هقولك بتفرق. كل كلمة بتقوليها عقلك بيترجمها للمسمى اللي خارجة بيه. يعني بدل ما تقولي رجعنا للروتين تاني، قولي بدأنا فصل جديد بروح جديدة. شوفي اللطف، مجرد ما هتقوليها هتحسي بروحة. احنا بنعمل في نفسنا مقلب وبنحمل اعصابنا فوق طاقتها من اول يوم. ليه لازم نغسل كل هدوم العيد في يوم واحد؟ ليه لازم البيت يرجع فل شمعة منورة في 24 ساعة؟ اهدي على نفسك شوية. الروتين مش عدو، احنا اللي بنخليه وحش بيضغط نفسيتنا. اهدي علشان تهدي عقلك الباطن وتخليه ما يحسش بالصدمة. استخدمي اسلوب القطارة. اول يومين بعد العيد اعملي 30% من مهامك العادية. لو وراكي غسيل اغسلي دور واحد بس. طبيخ اعملي أكلة تكون سهلة. احنا هنا بنعمل تدريج لجهازنا العصبي. وازاي مجهودك عشان ما تخلصيش طاقتك كلها في يوم واحد وتفضلي بقية الأسبوع تعبانة ونفسية زيرو. حاجة مهمة قوي، ما تشيليش كمان كل مظاهر العيد والفرحة مرة واحدة. سيبي فرع نور شغال، خلي البخور بتاع العيد شوية، سيبي التسالي والكحك والبيتيفور شوية كده على الترابيزة. العين لما بتشوف مظاهر الفرحة المخ بيفضل يفرز هرمونات السعادة. اليوم بيبقى قاسي لما البيت بيفضى فجأة. حافظي على لمسة العيد في بيتك أسبوع أسبوعين لحد ما تعملي حاجز نفسي بينك وبين ضغط الحياة، وتفضلي حاسة إن ليكي خصوصيتك وفرحتك ما تتسحبش منك مرة واحدة. ودلوقتي أهم سر في الروقان المستمر: ساعة السحر بعد العيد. العيال بيرجعوا لدروسهم وتمارينهم والضغط بيزيد، بس عاوزاكي مستمرة على النص ساعة ولا الساعة بتاعتك. خليها الصبح قبل ما حد يفتح عينه. الوقت ده مش علشان تفكري هتطبخي ايه، ما تبوظيش الدنيا الله يباركلك. ده علشان تروقي روحك. اشربي قهوتك، اسمعي حاجة بتحبيها، اقري وردك او اقعدي في صمت تام. الساعة دي هي اللي بتحدد الترمومتر بتاع يومك كله. لو بدأتي يومك وانت بتجري ورا العيال والمواعين هتفضلي تجري طول اليوم، ولو بدأتي بالروقان اليوم كله هيمشي ببركة الهدوء.
خلاص يا ست الأميرات، وصلنا لآخر سهرتنا، الوقت بيجري بسرعة. بس مش دي النهاية، احنا لسه بنبدأ. دي البداية ليكي انتي، للنسخة الجديدة اللي مش هتقبل حد يسرق روقانها تاني. هقولك كلمة حطيها حلقة في ودنك: البيت اللي مفيش فيه ست رايقة مسحوب منه روحه. مهما كان بيتك بيلمع وأكلك ملهوش زي، لو انتي من جوه مطفية مفيش حد حواليكي هيحس بطعم السعادة. انت بهجة حياتك وحياة اللي حواليكي. اسبوع العيد هيخلص، بس العيد الحقيقي هو اليوم اللي هتصحي تقولي لنفسك فيه: انا غالية ونفسيتي اولوية، والروتين مش هياكل روحي. لو طبقتي بس 10% من اللي قلناه النهاردة، اوعدك ان وشك هينور وطاقتك هتتجدد. قبل ما تمشي، لو الفيديو ده طبطب على قلبك ولو شوية صغيرين، ابعتيه لصحباتك المطحونين وقولي لهم: انتوا تستحقوا ترتاحوا. واكتبي لي في الكومنتات: انا رايقه وقويه ومبسوطه. كل سنه وانت منوره حياتك يا ست الستات، كل سنه وانت ملكه في مملكتك. واشوفك في فيديوهات جايه اقوى واعمق واقرب لقلوبنا. وسلام.